السلام عليكم، مرحبا بكم في الفلوق الثاني في القناة ديالنا المتواضعة. هذه هي الشرفة ديالي، اش كيقولوا ليها بالعربية؟ الشرفة. المهم ما نقدرش نصور تماك حيت كاينين ديور الناس. قصة كالتالي: شنو خاصك تهز معاك في كيفاش بعدا تدير توصل هنايا، ومنين توصل للمطار شنو خاصك دير، وشنو خاصك تهز معاك في لاباليس ديالك. نبداو بلاباليس. انا جيت هنا لطورونطو فواحد لالين ما بين كازا طورونطو 9 سوايع، ولكن راه ما كاينش ليسكال. تقدر دي معاك جوج ديال لي باجاج فوق 23 كيلو، يعني 56 كيلو في التوتال، و ساكاما طلعوا معاك 10 كيلو. دونك حاول شنو تهز، حاول تهز الماكله، ما تهزش اللحم والدجاج، ما تهزش اللحم والدجاج حيت لا هزيتيهم ما تخلص عليهم غرامه. هز الماكله، هز الخبز، فهمتي، مخمار ولا اي حاجه مسمن، هز معاك الثلج دي ماشي الثلج ما يديه معاك وجي نحطو نيشان في الفريكو. دي معاك خبز مخمر بزاف. دي معاك الطون هنا كاين مي ديالنا احسن، وهنا شويه غالي، يعني تقدر تلقى حك واحد $3 $4 اللي هي تقريبا 20 درهم وصغيور. حنا ديالنا زوين، وانت في الاول غالبا انت ما عارف والو، دونك من الاحسن دي معاك الماكله، دي معاك الفقاس، دي معاك شي حلاوه الا كانوا عندك، دي معاك كلشي. مديش معاك غير مديش معاك، ودي معاك شي مواعن هنا، حيت كاينين مواعن ديال اير بي ام بي ولا ديال المشتركين كيكونوا صراحه زباله، وانا باقي يلا في الاول جديد ما عارف والو. دونك حاول دي معاك في الاول ماكله واجده شويه بحال المخبار، دي معاك اي حاجه. المهم انا دي معاك عاوتاني شنو داك غراب ولا ما عرفت شنو هو هذاك، راه هو داك العجب اللي كاين فوق كيبانش مزيان. المهم انا ديت سلو، كاين اللي كيقول لك سلو كيلقى فيه مشاكل، انا ما داق لي حتى مشكل. ديت معايا معاه بريوات ديال اللوز، بريوات ديال الكاوكاو، ديهم حتى هما، ما ديش ديال الدجاج واللحم. المهم حاول انك فهمتي تعبر في داركم قبل ما تمشي، وحاول انك فهمتي دابا كاين تغلفها. المهم تسنى واحد الحاجه قبل ما ننسى، اي حاجه درتيها غلفها بالسلوفان. مثلا ديتي طاجين غلفو بالسلوفان باش ما يتهرش. انا اش كنت كدير حتى كانوا عندي واحد الطواجن صغار، غلفتهم بسميتو بالجورنال، ودرت فوقهم سليب من سليباتي، وغادا درت السلوفان باش ما يتهرش كاع. وحاول انك هذيك الباكاج ديالك تا هو ديرو بالسلوفان وكتب فيه سميتك. كاينين شي وحدين كيديروه تماك في وسط المطار، كيديروا لك 80 درهم كيعبروا ليك، وكيديروا لك داك السلوفان كيديروا لك 80 درهم الوحده. المهم ديك الساعه كتكون باغي تسافر. انا هذا الغلط اللي درت، ما درت السلوفان ديال الباكاج كله. وصراحه بسبب ديك السلوفان وكنت كاتب فيه السميه ولا كاتب فيه شي حاجه، ملي وصلت للمطار ديال كندا عرفت فين كاين الباكاج ديالي. وان شاء الله حاول تهز معك كاع الوريقات ديالك. حقا حاول انك ما تهزش فوق $10,000 كاش. انت في هنا في غوفرنمون ديال كندا الا كانت عندك فوق $10,000 كاش انت بحال هكا خاص تديكلارا للغوفرنمون. حاول تهز معك اقل. انا هزيت معايا شي 6000 بحال هكاك، $6000. وحاول حاول ملي تمشي عند تصرف خاصك ضروري دير الباسبور، وقول ليه يعطيك واحد الورقه باللي يقدروا مثلا في المطار يقول لك منين جبتي هاد الفلوس كتعطيهم ديك الورقه. مي انا ما سولونيش، ملي يقول لي يعطيك جوج، يقدروا مثلا شي وحده يطلبوا لك في كازا، وفي كازا ما يردوهاش لك ويعاودوا يطلبوا لك في كندا. دي التسكر وصافي. واحد الحاجه اخرى انا غنوريها لكم دابا، هادي ضروري مؤكده. البريس ديال الضوء، عندنا داير بحال هكا، ماشي بحال ديال المغرب. يعني خذوا واحد كيقولوا ليه ادابتاتور امريكان. انا خديته ب50 درهم. تنخلي لكم التصويره ديالو، راه عندي انايا، تنخلي لكم التصويره ديالو.
وصافي وهز الباسبور الفليسات وزعت داك اللي كيكون ديال الزمكريه داك ديال الصاك اللي كيديروا في العنق دوه مهم بزاف باقي حتى دابا كنخرج بيه نهز فيه الباسبور ونهز فيه الوريقات اللي احتاجيت شي حاجه صافي كتوصل للمطار كطلع ينفع توصل تماك داكشي عادي صراحه ما كاين كتوصل في الليل غالبا الا خديتي هاد قلبوا عليها راه الارام كدي بشي 5000 6000 درهم من طورونطو من كازا لطورونطو نيشان وكتوصل ديك تقريبا مع 9 ديال الليل ديال كندا قول لي الوحده الليل عندكم نتوما في المغرب ومن بعد اش كدير كتوصل تماك كيطبعوا لك الباسبور كيخرجوا لك الوريقات شحال من حاجه كتولي ديك الساعه بي ار بيرمننت ريزيدنت ومن بعد خاصك تمشي للدار انا كنصحكم في الاول ملي تبغوا تقلبوا على الكرا في الاول بوكيو من اير بي ام بي باش تمشي مضمون كتوصل اير بي ام بي بخير فهمتي من بعد ديك الساعه بوكيو شي 2 سيمانات ومن ورا ديك 2 سيمانات تشوفوا شنو بغيتو ديروا و شنو عاوتاني فوالا ملي وصلت تماك اول حاجه حاول تقلب على شي نمره انا كنت درت داك الرومين ما خدمش ليا باش نقلب على شي نمره كنديه تماك غالبا في الاول ما كتخلص 6 ريال وكيعطوك ديك النمره في ابونمون تختار المهم ما كاينين ديال نيو كوميرس الدراري اللي يلاه جاو كيعطوهم كاين واحد بحال باك ديالو ما كتخلص والو في الشهر الاولاني وكتخلص من بعد ما ضروري تخلص ايوا وصافي كتوصل تماك الا بغيتي تشد اوبر انستالي لابليكاسيون ديال اوبر وهبط الجراوند جي في المطار ديال طورونطو يعني سير الاسانسور وكليكي على جي فاوبر تقدر تخلص بالبنكه ديالك المغربيه انا راه باقي حتى دابا كنخلصها بالتجاري ملي كنبغي نمشي واوبر كيكون رخص من الطاكسي كيكون شويه غالي على اوبر طاكسي شي $50 ولا $60 اوبر يقدر يوصلك ب 30 ملي كنقول دولار كندي ماشي دولار امريكا فوا توصل الدار المهم شوف مع مول الدار قول ليه راه غادي نوصل ضروري سول مول اير بي ام بي قول ليه راه غادي نوصل مثلا مع 11 الليل 12 الليل غادي نكون تماك حيت كاينين شي وحدين 5 كيحبسوا الاستقبال ولا 6 ولا 8 المهم قول ليه غنجي مع 10 الليل قبل ما تخلص فوا تخلص صافي فوا كتوصل للدار نعس انا صافي كنمشي جيت كاو نعس والغد ليه المهم قاد معك شي ورقات نقولهم لكم فيديو جاي اللي ضروري خاصكم تقادوهم فوا تجيو هنايا وصافي هذا ما كان انا عاود لكم قصه من وصلت جيت شنو خاصكم تهزوا المهم اون ريزومي هزوا معكم الماكله ما تهزوش معكم اللحم والدجاج شنو تسنى هو جا داك اش كيقولوا ليه فين هو هو الكاميرا عندي على قد الحال داك السنجاب المهم هزوا معكم حاولوا تهزوا الماكله وهزوا المعان ديالكم معان وما تفوتوش 23 كيلو و10 كيلو فهاديك الطياره اللي قلت لكم عليها مزيانه كتجيب لطورونطو مونريال حتى هي كاين واحد لين نيشان مي المهم انا قلت لكم التجربه ديالي في طورونطو وتشوفوا فيديو جديد ان شاء الله.